والمرة ادخل فيلم الساعة 11 الظهر يوم الحد وتبقى السينما كومبليت، لا ولمدة 3 ساعات متواصلة، محدش بيتكلم، محدش بيصور، محدش بيرمي افيه، الفيلم شدك من اول دقيقة لحد اخر دقيقة. Help me go home. القصة تبان هي رحلة عودة اوديسيوس لإيثيكا بعد حرب طروادة، بس في الحقيقة هي كانت رحلة تغيير. كل شخصية وكل وحش وكل جزيرة قابلهم اوديسيوس في رحلة العودة دي كانت بتمثل صراع انساني مختلف. Tell me what you remember. على الرغم اني انا داخل الفيلم ده وانا عارف القصة، بس كريستوفر نولان عرف يخليك مشدود طول مدة عرض الفيلم. We won the war. الجميل في القصة هنا إن هي بتجمع كل المشاعر الإنسانية في رحلة واحدة، الحب والخوف والغضب والطمع والندم والخيانة والغرور، بس كريستوفر نولان عرف يبين كل المشاعر دي بشكل عبقري. أما بالنسبة للكاستنج فكان كل واحد تحس إن دوره متفصل عليه، مفيش بس غير الواد البت ده اللي مش مفهوم، وكان ممكن أي حد يقوم بالدور ده أحسن منه. وطبعا لو ما كانش فيه الأجندات بتاعة الأفروسنتريك كان برضه لوبيتا كان هيبقى دورها حلو. أما بالنسبة للموسيقى فلازم نقف عندها وقفة. أنت دخلت السينما 3 ساعات دول ورجع بيك الزمن للحقبة دي، استخدموا آلات يمكن انقرضت في مشاهد كتير، تحس ان الساوند ديزاين مع المزيكا بقوا واحد. الايام اللي جايه هتشوف وتسمع تفاصيل كتير قوي ليها علاقه بالمونتاج وبالتصوير وبالتفاصيل التاريخيه اللي اهتم بيها نولان عشان يطلع لنا العمل ده. وفي النهايه وانا خارج من الفيلم ده كان عندي احساس واحد بس، ان ده من احلى واجمل التجارب اللي دخلتها وعشتها في السينما، وان احنا محتاجين نشوف افلام كتير بنفس الشكل ده وبنفس الطريقه دي وبنفس الحرفيه دي. Bringing it all